الله وبركاته. شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم جايب لكم شرح خرافي طريقة تهكير شبكات الواي فاي عن طريق جهاز اندرويد بدون روت وبدون حاجة الى باك تراك او شي من هذا النوع. عن طريق هذا البرنامج راح ابدي بالشرح. اول شي راح اشوف قدامكم هاي الشبكة مالتي انا مكنك عليها. راح اسوي نسيان الشبكة. هسه هذا الباسورد بيها، ما اعرف الباسورد اني. راح اروح للبرنامج هذا هسه انا ضايفه حشيله. ماشي، هسه انا ما مكنك واي فاي، ماكو شبكة. اختار اد نتورك. هسه راح يبحث عن الشبكات المتوفرة يمك. هذه هي الشبكة مالتي، راح اختارها. حط صح على اول وحدة وثاني وحدة. شنو معناتها هاي؟ اول وحدة هذه او هاي سمول ديكشنري وميدل ديكشنري وبيج ديكشنري. معناته سمول ديكشنري يعني الباسورد انت مثلا تخمن الباسورد مو طويل، ما يتعدل 10 ارقام او ما يتعدل 10 مراتب. اما هاي الميدل والبيج يعني هني يتعدل 10 الى 2000. فانت يعني تخمن اذا حتختار هذه وهذه راح البحث حيطول هواي، راح يخمن من الواحد لحد 2000. انا راح اختار هذه لان انا اخمن الباسورد مو طويل. راح تحط صح على هاي، اختار اد هاي الكلمة، اد تو هاي الكلمة. هسه راح يخمن الباسورد وراح يكنك تلقائيا. بس عند 53 باسورد راح يظل يجرب الى ان يعرف الصحيح. يجوز شوية يطول وياك، راح نشوف هسه. مثل ما تشوفون تلقائيا كنك وتلقائيا طلع الباسورد هذا. مثل ما تشوفون هذا هو الباسورد صحيح 100%. طبعا بدون روت، واني ما كنت اتوقع اكو هيج برنامج بالعالم. هذا هو الباسورد. طبعا لا تريد اذا جزء البرنامج راح يفصل بسرعة، جزء يكنك ويفصل حسب الباسورد، حسب قوة الباسورد. اذا الباسورد قوي راح البرنامج يظل يبحث ويبحث. راح في حالة ما لقيت الباسورد بسرعة، جزء الباسورد صعب، راح اشيلها هاي. اختار اد نتورك. ماشي، واختار هذين اربعتين على مود يخمن الباسوردات كلتهن، مو بس باسوردات قليلة. راح يخمن من 0 الى 2000. راح 2184 كلها يخمنها. يلا هذا راح يطول وياك، يجوز يصير او ما يصير. راح احط لكم البرنامج اسفل الفيديو بالوصف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تستفادون من هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.